السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد وتوتوريال جديد. فيديو النهارده ان شاء الله هنشرح افكت جديد. هو افكت بسيط خالص وسهل خالص. ايه الافكت اللي هنشرحه النهارده؟ اللي هو ده ازاي تخلي مثلا لو انت عندك كذا فيديو كده، ازاي تخليهم يتحركوا بالشكل الاسطواني ده. او مش شرط فيديو، تكون مثلا حاطط كذا صوره، مثلا هنا صوره وهنا صوره وهنا صوره، وتخليهم يتحركوا بالشكل ده. هو اصلا يعني هو الافكت اسمه كده، هو الافكت اسمه سي سي سلندر. يعني اللي هو تخلي الفيديو او الفيديوز بتاعتك تتحرك بالشكل ده. الافكت بسيط خالص، يعني سهل جدا. اول حاجه بس ان الافكت مش بيحصل على، يعني مش بحطه على الفيديو، بحطه على الكومبوزيشن. يعني انا بعمل ايه؟ بجيب كومبوزيشن وبحطه جواه كل الفيديوز دي، وبعد كده بحط الافكت على الكومبوزيشن من بره. طبعا هنشوف الكلام ده بس عشان تبقى فاهم الفكره بس. فانا مثلا اول فيديو اللي هو مثلا ده، انا عاوز يكون ده من ضمن الفيديوهات اللي انا هعملها. فانا هعمل مثلا كده بري كومبوز، واتاكد بس ان هي على موف اول اتريبيوتس انتو نيو كومبوزيشن، عشان يعني الايفكت لما احطه يحصل لكل اللي جوه. فتخلي الاوبشن ده معمول عليه تشيك، اللي هو الموف اول اتريبيوتس انتو ذا نيو كومبوزيشن. فتقول له اوكي كده، خلاص بقى كومبوزيشن اهو. فانا لو فتحت ده كده هلاقي جواه الفيديو ده. طيب احط بقى كل الفيديوهات بتاعتي هنا، بس طبعا الكومبوزيشن بتاعي صغير. فانا هعمل حاجه ان انا هكبر الكومبوزيشن بتاعي، هكبره كده بالعرض، بحيث ان هو ياخد كل الفيديوهات اللي انا احطها. فسهل جدا خالص، هجيب كومبوزيشن سيتنجز، احدد بس الفيديو كومبوزيشن سيتنجز، واخلي الويدث بتاعي مثلا 5000 عشان يبقى عريض قوي كده اهو. حتى ممكن هنا ساعتها نصغر بقى الفيديو ده شويه كده مثلا، واجيب بقى الفيديوهات بتاعتي مرصوصه هنا. اجيب مثلا تاني فيديو، مثلا نجيب الفيديو ده، اي فيديو، ونحطه هنا كبير قوي، نصغره واحنا داسين على شيفت كده، واحنا دايسين على شيفت نجيبه هنا. وهكذا نجيب الفيديو اللي بعده، اي فيديو مثلا ده، ونحطه برضو هنا، برضو نصغره واحنا دايسين على شيفت كده عشان يبقى قد الباقي، ونجيبه هنا. وهكذا هنجيب فيديو هنا وفيديو هنا لحد ما اشوف انا عاوز كام فيديو. مثلا نجيب الفيديو، والله اي حاجه، بس انا مش عارف الفيديوهات خلصت، نجيب مثلا ده وخلاص. بس عشان الابعاد طبعا هتكون متغيره، بس مش مشكله. ده اللي انا كنت بتكلم عن ان الفيديو ده معمول بالعرض، لا احنا عاوزين فيديو يكون ريل كده بالطول عشان يظبط معانا. فانا مثلا نفترض هنجيب نفس الفيديو، مش مشكله، مثلا ده كده، ونجيبه هنا، ونصغر الفيديو كده شويه. نجيب واحد كمان، نجيب مثلا ده، مش مشكله، نفس الفيديو، ونجيبه هنا. طيب اول حاجه ان احنا هنعملها ان احنا هنخلي، كفايه كده، ان احنا نخلي الحواف بتاعه الفيديوز ما تكونش شارب كده، هنخليها تبقى راوندد كده شويه. فهنبحث على افكت اسمه رافن ايدجز، اللي هو ده هنحطه مثلا على اول فيديو اللي هو اتحط على ده. هنخلي البوردرز نزودها كده لحد مثلا، لا مش البوردرز، سوري، الشاربنس. لا هي البوردرز، هي فين. طب نخلي الفراكتال انفلونس دي تخليها صفر. ولو خلينا البوردرز مثلا لو زودناها كده، هي البوردرز، انا مش عارف هي ما اتعملتش ليه في الاول، بس ماشي، هنخلي مثلا البوردرز كده 200 ولا حاجه لحد ما تظبط معايا كده. هناخد بقى الايفكت ده كده عشان ما نعملهاش على كله، هناخده كده على طول كنترول سي واحنا محددين عليه كده، ونحدد الباقي دول كده كنترول في عشان يتعمل على كله مره واحده. كده خلاص انا عملته عليه. نيجي بقى في اهم حاجه بقى، نرجع للكومبوزيشن الاصلي عشان نحط الايفكت بتاعنا على الكومبوزيشن كله. الايفكت اسمه سي سيت سلندر. هنجيبه كده نحطه على الكومبوزيشن بتاعنا. كده الايفكت حصل اهو. طبعا انا ممكن اصغر الكومبوزيشن السكيل بتاعه كله لو عاوز كده، بس طبعا هو لسه ما اتحركش. فهنا بقى هنبدا نعمل الكي فريم بتاعنا. ايه هو الكي فريم؟ الكي فريم اللي هو في الروتيشن. هنحرك نشوف كده، هنحرك ايه؟ لا مش هنحرك ده. على فكره انت ممكن تحرك كذا، يعني انت ممكن تعمل كذا حركه مع بعض. لو عاوز مثلا تعمل كده وتطلعها كده عادي، بس انا في الفيديو مثلا هحرك اللي هو الواي بس. فهاجي مثلا هنا كده هعمل كي فريم للواي، او في الاول خالص نجيبه كده في الاول خالص، وبعدها بشويه نزود الواي كده شويه، بس كده، والايفكت بتاعنا حصل. طبعا سريع قوي، ممكن نقللها شويه كده مثلا، ونشغل.
برضو نبعدها كده عشان تبقى بطيئة شوية اهي. وكده الافكت بتاعنا حصل. بس كده هي الطريقة بتاعت الافكت ان هو يحصل كده، ان انت بس بتحط الافكت، بتحط الفيديوز بتاعتك جوه كومبوزيشن وبتعمل رافن ايدجز، وبعد كده بتحط الافكت بتاعك على الكومبوزيشن كله، وبعد كده تعمل روتيشن. سريعا احنا عملنا ايه من اول خالص عشان لو حد تاه من اول خالص خالص خالص، احنا عملنا ايه اهو. همسح كل حاجه عشان لو حد كان تايه. انا في الاول خالص اهو بجيب مثلا الفيديو اللي انا هعمله او الفيديوهات اللي انا هعملها، بجيب اول فيديو خالص اللي هو مثلا ده هيكون اول فيديو، بحطه في بري كومبوز واتاكد ان هي على موف اول اتريبيوتس انتو ذا نيو كومبوزيشن، واقول له اوكي كده خلاص في كومبوزيشن اتعمل اهو. بدخل جوه الكومبوزيشن وبحط بقى الفيديوز بتاعتي. بس طبعا قبل ما اعمل كده بكبر الكومبوزيشن ده اللي هو اللي انا هحط فيه الفيديوز عشان يبقى الكونتينر واسع، فبزود العرض كده شويه. فباجي على كومبوزيشن سيتنجز واخلي العرض بتاعي 5000 6000 اللي انا عاوزه مثلا كده حلو. وابدا بقى اصغر، اجي مثلا هنا اصغر اصغر ده شويه وانا دايس على شيفت، اجيب الفيديو اللي بعده وهكذا لحد ما املاهم بطول. مثلا انا هعمل ده على طول كده كنترول دي مثلا كده، كنترول دي نفترض يعني، كنترول دي واجيبها هنا كده. خلاص انا عملت دول. بعد كده عايزين نظبط البوردرز بتاعتنا، فنجيب رافن بوردرز، نجيب رافن ايدجز سوري، ونحطه على اول واحد، ونزود البوردرز كده نخليها مثلا، هو ليه نخلي الفراكتال انفلونس الاول صفر عشان لما البوردرز نيجي نعملها تظبط معانا. نخلي مثلا البوردرز كده 200 ولا حاجه مثلا كده، وناخد ده كنترول سي، نحدد الباقي كنترول في عشان يعمل على كله. بس كده. نيجي بقى في بره عشان نحط الايفكت بتاعنا اللي هو السي سي سلندر، ونحطه كده على الكومبوزيشن بتاعنا، ونعمل الروتيشن اللي هو الواي. لو عاوز تعمل حاجه تاني مش مشكله، نيجي مثلا في الاول خالص نعمل روتيشن، ونيجي هنا نزود الروتيشن مثلا كده، وهلاقي الايفكت بتاعي حصل وزي الفل. بس كده هي دي الفيديو بتاع النهارده. طبعا لو انت عاوز تصغر السكيل شويه كده مثلا براحتك. وده الفيديو بتاع النهارده. يعني هو افكت بسيط خالص، بس انا قلت اقوله بصراحه عشان لو حد يعني ممكن يفتح له مثلا افكار تانية. وبس كده يعني.